يا إبراهيم الخليل خطر عانى إلا ذي العراق، ثم يروح الشام، فلسطين، فلسطين يروح يفنى بيت الله الحرام ذي شبه الجزيرة العربية، يروح مصر يفغد يولي. إبراهيم عانى كثير، 100 سنة يروح شبه الجزيرة العربية، 100 سنة. قال العلماء ميك بو إسماعيل عليه السلام ابتلاء في ابنه، ابتلاء من وراء ابتلاء. إبراهيم الخليل فحق له دنا العلماء أن يستريح يقيم في الكعبة في بيت الله المعمور، وكذلك وكان ديني بإذن تسقفنان المسجد الحرام الكعبة المشرفة لإبراهيم الخليل. إذا تصل المعاني إبراهيم الخليل يقول لنا رورس إبراهيم الخليل أبو الأنبياء. إذن نتسى في الحقيقة دي بين الدين الصحيح، إذن نتسى سمان المسلمين، هو أول من سمانا بالمسلمين. إبراهيم الخليل في الحقيقة أين دنيا فلانس فربي عز وجل ذكرت داتاس القرآن اسم السورة اسمي سورة إبراهيم. إذن يفا النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل في هذه السماء السابعة، وهو مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ويكشم يعني فرحب به فقال يعني مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبي الصالح، يرحب بتص الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك العلماء قال لك يهضر سيدنا إبراهيم وقد الرسول صلى الله عليه وسلم إناس أقرئ أمتك السلام، إناس سلم في الأمينيش سيدنا إبراهيم الخليل والإمكان إناس سلم في الأمينيش. وهناك من قال أنه وصاه في كيز الوصية الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أشو سيدنا إناس يا محمد إن الجنة طيبة، إناس الجنة طيبة وعذبة ماؤها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إناس يعني روح بشر الأمينيك وقدكش من الجنة، إناس يعني ناس نبليك الجنة ثاقي أذ كثران ما يلفانا الظن الجنة نسان نتجملن أتخذ من أمشي لاق أذ كثران 4 كلمات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. يعني أما الدين يوسط يد في الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين إبراهيم والرسول الجد الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنه إسماعيل الجد المباشر للرسول صلى الله عليه وسلم. ذاقي الرسول صلى الله عليه وسلم تصل أمور يفذون من بعد أفين غير خطرني. أولا النبي صلى الله عليه وسلم تصل أمور ولا ذي الإسراء والمعراج جي أتصل يعني الأمور الذي جهنم يولثن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكينا كذلك في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم أمثية يعني خامن ذخلص يحكينا كذلك في قذ ربما يعني ذكرتني ربي عز وجل هذه القرآن الكريم يقول لي الجنة ثاقي ذكرت كذلك يعني أتصل المسائل أن نذكر بعض الأمور ونجي إن شاء الله بعض الأمور النظام الدرس المقبل إن شاء الله. إذن أولا النبي صلى الله عليه وسلم قارن ذي الإسراء جثوراميك بضى السماء السابعة يجي خلال مروره بالسماوات وبين سماء خطر مازال كما جاء في الحديث مازال النبي صلى الله عليه وسلم ذي كمل أفريد مازال أنا ما يبضى مكدن النار يوضر يونم كان مقارن صدرة المنتهى، صدرة المنتهى يجي صدرة المنتهى أمكد أن منتهى انتهى كل شيء، لا يوجد لا خلق من مخلوقات الله يتجاوزها. ولاش وين يجوز أمكانك ما يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم يبضاو مكانني كل شيء يحبس ديننا. ولاش الحاجة الديباسين قال العلماء لا ملك ولا جن ولا إنس ولا شيء. واش حاجة دي ديباسين صدرة المنتهى أنويك زمان هذه ديباسين شو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدنو من الله عز وجل. أخطر العلماء شد قارن قال بيت المعمور ثاني في السماء السابعة، السماء السابعة البيت المعمور، فوق البيت المعمور عرش الرحمن، فوق بيت الله المعمور أشوي لن إلى عرش الرحمن. إذن فوق كذلك سدرة المنتهى هنالك جنة المأوى. أفاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوضع سدرة المنتهى هذيك شمال الجنة هذه وليوك شوي لن أغدي وصف ما رأى من آيات الله الكبرى. أخطر مكي دينا ربي عز وجل هذه القرآن الكريم مقبضر دينا يوصف ربي عز وجل في سورة النجم إنك وهو بالأفق الأعلى
أي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، ثم قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. ربي يحاز يفكاز أتصل الأمور من بينه الصلاة، انزلت في الناس فرضية الصلاة في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. أوحى، فأوحى الله عز وجل إلى الرسول يوحى يزد ربي عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. قارن العلماء ميبضى سدرة المنتهى، ميبضى السماء السابعة، وقبل الذي ديباسي سدرة المنتهى إنك جبريل عليه السلام يحفظ كيونهم كان، إنك أصبح جبريل متواضع من الله عز وجل، إنك ما دينيش شغل يعني تمسكن يعني يغل. لماذا؟ لأن عظمة الخالق عظمة الله عز وجل. إنك مي ثولا الرسول صلى الله عليه وسلم إنك ولقد رآه نزلة أخرى، يولى لا دوزيام فوا يولى الملك أمشي يدي خلق ربي عز وجل جبريل، يولى الرسول صلى الله عليه وسلم بور إن دوزيام فوا، يولى ثيون فريد سميت ينزل في القرآن الكريم، ورآه مرة ثانية عند سدرة المنتهى. رآه في نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آياته الكبرى. العلماء قارن السماوات السبع تغشاها الملائكة، وفي السماء السابعة الملائكة في كل مكان، وكلام الله عز وجل كذلك يخشى هذا يعني المكاناجي، يعني تنزل أول ربي عز وجل قم مكاناجي. زد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل سماوات وكي جنوان يقعد إنك ما رأيت مكان شبر ويبلا شبر إلا رأيت ملك ولا ملك، يعني كل سماء شرطي جنوان ذي الملائكة، إنك حتى طاعت يعني الطاعات يعني شغل في الزي يجني الزي من الملائكة، تشورت الملائكة في كل مكان، إن كل مكان أتولد ملك إما واقف يسبح الله عز وجل ويحمد الله عز وجل، أي حمد ربي عز وجل ملكك سيف الدين أكني إلى يوم القيامة. إنك هنالك ملائكة ولك الملائكة راكعين ركعان أكني أتسبحن ربي أحمدن ربي عز وجل أمام يوم القيامة. يولى الملائكة نظن ساجدين يسجدون ذي القاعة سجدن يا ربي عز وجل يعبدون الله ويسبحون بحمده ويذكرون اسمه إنك إلى يوم القيامة. لكن قيم الملائكة إنك ولا جمك ولا الشبر أنت ولا ملاك أفاش إنك يوم ذولا أشي يخدم ربي عز وجل العبادة نكون ما إلا الظلة والزرزارة يعني كتفلسف إنك الظلة يا الظلة يا ربي يا الظلة يا ربي حواج العبادة. الملائكة العدد دقين سن راكعة وسجدة وواقفة تذكر الله إلى يوم القيامة. شحال عدد نسن؟ إذن الذي يذكر الله عز وجل فالله لا يحتاج إلى العبادة قلنا. العبادة قلنا نكونيك حواج الله عز وجل من تظلنا نتوزم نتعبد ربي عز وجل نكونيك حواج الغوص ماشي نتيك حواج العبادة قلنا. والملائكة يمكن في بعض الأحاديث أنه أتقمكن الملائكة وتسنكرن ترى ألم يوم القيامة واسمد كرنت أسنين يا ربي عز وجل يعني أذكرنك قد أدهضرنا شو الدينين ما عبدناك حق العبادة يا ربنا يوم القيامة أدحفست العبادة أذكرنا سنين ما عبدناك حق العبادة وكنا في ذرا ربي يمشي لقد كنا عبد واللي مكثرا وقال القصص يقول المعاني يقول الإسراء والمعراج باش نولين كوني حاجه غيعنان اتولى داك الشيء عين تعبد ربي عز وجل في الحقيقه لم تعبد الله عز وجل. ملائكه سميتي دي خلق ربي عز وجل يطيعون الله ولا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. واش الدين ناس ما ذكرنت يوم القيامه اسنين ما عبدناك حق العباده وكنا بذرا ربي امشي لق نكون إذن في الحقيقة رانا فرطنا في عبادة الله عز وجل. قيمن على ما أظن واحد نقاط كثيرة في الفوائد خاطر ساكنين نبغي يعني نعاود نمكن لنا القصة والمعجزة أن نجي إن شاء الله
شويان الكلام إن شاء الله.